وجه وزير الخارجية فؤاد حسين دعوة رسمية لنظيره السويدي من أجل تسليم حارق القرآن في العاصمة ستوكهولم، وذلك لمحاكمته وفق القانون العراقي. الخارجية قالت في بيان لها إن حسين ناقش هاتفيا مع نظيره السويدي تداعيات حرق القرآن الكريم والإساءة له، وأعرب عن إدانة واستنكار العراق الشديدين لهذا العمل الشنيع الذي يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية بيّن أن حرق نسخة من القرآن لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الإسلاموفوبيا، مطالبا السويد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص. بدوره أكد وزير الخارجية السويدي أن حكومة بلاده ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، مبينا أنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة.